النهاردة معانا قصة أسطورية، قصة هيوك اللي استطاع إنه يخلص على برج الشياطين التسعة لوحده. لو الملخص عجبك متنساش تعمل لايك واشترك في القناة علشان أنزل بالجزء التاني. تستمر الأوقات كالمعتاد ولن يعود العالم كما كان. السبب ليس الكوارث العالمية، بل الشياطين التي استيقظت مؤخرا، حيث بدأت الشياطين بالظهور بشكل متزايد. سبب هذه الظهورات المفاجئة كان برجا مظلما بين الناس، أطلق عليه اسم برج الشيطان. يعمل البرج كنوع من البوابة بين عالم الشياطين وعالم البشر، كما أنه مصدر قوة لهم. يأتي اسم البرج من حقيقة أن غزوه سيجلب لصاحبه ما لا يحصى: الثروة والسلطة. بعد اجتياز جميع مستويات البرج 999 ستكتسب القوة والمال والقوة وكل ما ترغب فيه. لكن هناك شيء واحد: البرج تحت سيطرة الآلهة والشياطين الذين لا يرضون بالضيوف غير المدعوين. حاولت سلطات العديد من الدول حماية شعوبها من محاولات غزو البرج وإخضاعه، لكن هذه الجهود شجعت الناس على غزو البرج مرارا وتكرارا. طوال 5 سنوات من وجود البرج لم يتمكن الناس من غزوه. السبب في ذلك كان الآلهة والشياطين الذين دمر كل من حاول قهره. ولكن في يوم من الأيام ظهر رجل قرر تحدي البرج وقهر المستوى 600، ويبدو أنه لم يستطع أحد إيقافه في طريقه بين البرج والرجل. ظهر 9 مختارين من الجنس البشري قرروا منع الغريب من قهر البرج. كان اسمهم النجم التاسع. بفضل السحر والإله حصلوا على قوة لا تحصى، فقرروا توجيهها ضد الغريب لإيقافه. قرر الغريب استخدام تعويذة نجمة الموت، مما قد يؤدي إلى موت ال9. ورغم أن الغريب لا يمتلك سحرا قويا وليس من النجوم ال9، إلا أنه أصبح أقوى ساحر بين الناس. اسمه تشاجن هوك، وقد انحاز إلى الشر، وهو أشبه بالشياطين منه بالبشر، يمتلك قوة التدمير. إنه رسول الموت باستدعاء جيوش الموتى، ويمكنه بلا شك أن يسمي نفسه ساحرا إلهيا مع جيش من الموتى الأحياء تحت إمرته. هايوك يحتاج فقط إلى المزيد من القوة لغزو البرج، ولا أحد يستطيع إيقافه، لا شيء يستطيع إيقافه. القوة التي يمكنها منع هيوك من غزو البرج والتعامل مع الموتى الأحياء هي النجوم ال9 لخيانته البشرية جمعاء ونفسه. حكم على تشاجين بالإعدام. بدأ هياك الآن فقط يدرك أنه لا يستطيع التعامل مع أعضاء المجموعة بمفرده. قرر ال9 القضاء على تشاجين نهائيا، أي بقتله بمهاجمة جيم بكل قواتهم دفعة واحدة. دمره ال9 في عالم البرج واعتبر خائنا للبشرية، مع أن هذه كانت مجرد أسطورة. في الواقع كان هو من تعرض للخيانة بعد إصابته بجروح. تعهد هيك بالعودة بأي ثمن والانتقام من ال9 والقضاء عليهم نهائيا. سيعود مجددا ويثبت للجميع أنه أقوى الرجال. مقدر له غزو برج الشيطان. ستحتاج إلى إعادة اجتياز مستويات البرج لمحاربة الشياطين والآلهة التي تسيطر عليه. استيقظ تشاجين في سريره في المنزل دون أن يدرك مكانه فورا، واستمر في التهديد بالانتقام من النجمة 9. استيقظ وألقى بالبطانية بسرعة. نظر حوله وبدأ يدرك أنه لم يعد في البرج، وأن هذا الجسد ليس هو الذي كان هناك. تساءل جين إن كانت مهارة التنقل السرية بين أماكن القتال والراحة قد نجحت. اتضح أن هايوك يمتلك منذ فترة طويلة مهارة نقل الأرواح من جسد إلى آخر، مما يسمح له بالبقاء على قيد الحياة حتى لو قتل الجسد جسديا. ظن هاياك أنه لا يزال في كوريا الجنوبية، وأن هذه المهارة سمحت له بإتقان جسد جديد بخصائص مشابهة. انتابه شعور غريب وبدأ يفكر أنه لو كان وحيدا لكان قد تجاوز المستوى 600 وحده. عرض النجم ال9 المساعدة، لكنه لم يتوقع خيار الخيانة، وتلقى ضربة قوية في ظهره بسبب ذلك. كان سبب الوفاة فرسان كين وكارمن بيلين، اللذان كانا يسيطران على جميع أعضاء المجموعة. كانت كارمن متملقة ولم تتمنى سوى الموت على نجمة الموت، مع أنها ساعدتهم على الوصول إلى مستواهم مهما كانت الحالة. كل ما احتاجوه هو نصر ساحق وإيجاد من يلام على جميع إخفاقات الفريق. ما لعب دورا في نجاحهم هو وجود صديق هوك تشوي كونغ هون بين أعضاء المجموعة. لو كانوا قد استدعوه لتجاوز المستوى 600 لكانت فرص القضاء على هوك ضئيلة للغاية، لكن كل شيء كان يسير وفقا لخطتهم. معا كان بإمكانهم الوقوف في وجه تلك المجموعة المعرقلة التي ظنت أنها فوق التضامن الإنساني، بعد أن حسم هياك أمره بالعودة والانتقام منهم جميعا بأي ثمن، بعد أن فقد الكثير من الدماء وتلقى العديد من الجروح من هجمات العدو.
كرر جين فقط أن هذه لم تكن النهاية. بعد فقدان الوعي نجحت المهارة وتم نقل هوك إلى جسد جديد. بما أن القديم كان ميتا بالفعل ويشعر بألم حاد، فقد وجد هوك القوة لإكمال نقل الأرواح. سأضطر إلى تحويلهم إلى وحوشي حتى يعرفوا كيف يخونوا أقواهم. قاطع صوت هاتفه أفكار تشاجين، فانشغل عن أفكاره ليرى ما كان هناك. انتابه شعور غريب عندما أمسك الهاتف بيده. يبدو أنه مر وقت طويل منذ أن أمسك شيئا كهذا، ولكن عندما نظر إلى شاشة الهاتف تفاجأ هوك تماما بما رآه. التاريخ على الهاتف هو 13 من مايو عام 2023، مما يعني أن 10 سنوات قد مرت منذ لقاء التسعة. مرت لحظة منذ تلك اللحظة، ولكن اتضح أن 10 سنوات قد مرت بالفعل. من الغريب أن اللوم يقع على القدرة الجديدة، ولكن ما نوع هذه القدرة؟ وهل يمكنني استخدامها في الخارج؟ البرج ينظر إلى الخلف. رأى هياك ذبابة كانت تزعج راحته، وقرر تجربة قدرته عليها. وفي لحظة سقطت الذبابة ميتة على كف جين، لكن ما العمل بها بعد ذلك لم يكن واضحا. قرر هيوك اختبار المهارة باستدعاء ساحر، لكن الذبابة ظلت ساكنة ولم تسفر محاولته المتعددة عن نتائج، مما أثار غضب هيوك الشديد رغم صراخه. لم يستجب الهاتف لطلبات صاحبه الصوتية، لكن الذبابة كانت ميتة ولم تظهر أي علامات على الحياة بعد أن تصالحت معه. حقيقة أن جسده لا يحتوي على غرام واحد من المانا. بدأ جين يفكر في أنه سيضطر إلى غزو البرج بدون قدرات. مرت 10 سنوات، وسيكون من المفيد التحقق من كيفية سير الأمور مع النجمة التسعة، لأن الكثير من الوقت قد مر بالنظر إلى موجز الأخبار. اكتشف جين أن النجمة التاسعة المبجلة لم تتمكن إلا من إتقان 200 مستوى منذ لقائهما الأخير دون إضاعة أي وقت. قرر هياك الذهاب إلى البرج للتدريب. كان تدريبها بلا جدوى. على الرغم من أن ناتشا أدرك أن الجسد ليس كما هو، إلا أن مهارات نجمة الموت بقيت معه، وكان البرج يقع في سول، ولم يكن من الصعب على تشا العثور عليه. من أجل أن يصبح الأقوى بسرعة وينتقم لموته، كان هناك العديد من الوافدين الجدد عند سفح الجبل. لذلك لم ينتبه أحد إلى هيوك الذي لم يبرز بشكل خاص من بين الحشد. كان الوافدون الجدد يحلمون ببساطة بأن يصبحوا أقوى وأكثر ثراء، لكن تشا جين كان قلقا فقط بشأن مكان العديد من الألغاز والقصص الذي لقب بالبرج بعد إكمال جميع مستوياته. قد يحصل هيوك على كل ما يريد، لكن لا يزال عليه التدرب في المستوى الأول كما هو متوقع. كان هناك قبر للمبعوث لتغيير الفئة عند المدخل، لكنه لم يكن متاحا إلا بعد المستوى العاشر، لذا لم ينتبه إليه أحد. كان هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لذا لم يكن هناك جدوى من التأخير. تطلع هاياك بشوق إلى مكافأة جهوده عندما يتغلب على جميع مستويات البرج، وكيف سيحسده الجميع. يجدر أيضا التفكير في سمعته التي ستصب في مصلحة تشاجين. لم تفارق هذه الفكرة رأسه، ثم سمع صوت يخبر الوافدين الجدد أن مدخل البرج مفتوح ويمكنهم بدء التدريب، فلا جدوى من التراجع، ومن الضروري المضي قدما نحو هدفه، وهو ما فعله تشاجين جيدة. كان هناك عمل شاق ينتظره على طريق الانتقام للنجمة التاسعة. رحبت البوابة بتشاجين فاتحا جديدا للبرج. مرت 5 سنوات، على ما يبدو مرت 15 عاما. لا يعود إلى هنا مرة أخرى، ويبدأ رحلة الانتقام لهذه المجموعة البائسة من المتغطرسين. فتحت منطقة تدريب أمام أعين الفاتح، مما يعني أن الوقت قد حان لبدء التدريب واكتساب المهارات اللازمة لغزو البرج. ورغم أنه كان من غير المريح أن أجد نفسي هنا مرة أخرى، إلا أن جميع الفاتحين يجب أن يخضعوا للتدريب للوصول إلى الطابق الأول قبل البدء. قرر هوك التحقق من خصائصه ومهاراته، وعندها فقط يبدأ بتدريب هذه الخصائص. بعبارة ملطفة، أزعج هوك، لكن ميزة الشراهة أثارت اهتمامه حقا. على الرغم من أنه لم يفهم ما ستمنحه إياه، استنتج جين أن هذه الميزة منحت له مع الجسد الذي تختلف خصائصه اختلافا كبيرا عن خصائصه السابقة. ولأنه يمتلك هذه الخصائص مع جسده الجديد، فمن الجدير زيادتها فورا، وفي الوقت نفسه التحقق من الميزات الجديدة. بدأ التدريب، وأول ما طار نحو هايوك كان تعويذة سهم سحري، لكن كان من السهل عليه صدها، فبفضل مهارة النجمة لديه رأى الأسهم قبل أن تطير. كانت هناك المزيد والمزيد من الأسهم تجاهه، وأصبح صد هجومهم أكثر صعوبة. لصد هجومهم أصبح تفاديهم أكثر صعوبة، مما أثار قلق تشاجين قليلا، لكنه سيتأقلم
لكن سهاما عديدة اخترقت جسده وتركت جروحا نازفة عليه بمجرد وصوله إلى نقطة البداية. كان هيوك يفقد قوته، لكنه صمد بسبب حماسه للانتقام. أخذ نظام التدريب جسده في الاعتبار وعالجه حتى يتمكن من مواصلة التدريب. كان من الضروري مواصلة التدريب. التكاليف وتحقيق غزو طوابق البرج، لكن الجري دون تفكير لم يكن له معنى. فقرر تشاجين تغيير أساليب تدريبه، وقرر تجربة الشراهة على الدم الذي فقده جسده ليرى ما سيحدث. هذه الميزة جيدة لأنه بمساعدتها يمكنك امتصاص كل شيء ميت والاستيلاء عليه أو امتصاصه في جسمك. باستخدام تعويذة الشراهة سيكتسب هيوك الخبرة ونقاط الإنجاز. باستخدام التعويذة سيزيد قليلا من الخصائص، مما يعني أنه يمكنك ضخها دون التعمق كثيرا في الإعدادات. حتى لو استمر التدريب أسبوعا لا يزال هياك بحاجة إلى تحسين خصائصه، ولكن باستخدام تعويذة الشراهة مع استمراره في التدريب اخترق جسده المزيد والمزيد من الأسهم ليحصل على فرصة أفضل للارتقاء في المستوى من خلال الدماء المسكوبة. مر شهر ويستحق النظر في الخصائص، ربما تكون قد زادت بالفعل. فتحت البوابة، مما يعني انتهاء التدريب، وهو ما كان هياك سعيدا به. شوفي وظهر الإشعار الذي طال انتظاره بانتهاء التدريب. كان هناك أيضا إشعار بأن بعض الآلهة والشياطين مهتمون به، لكنهم كانوا يفتقدونه. لم يكن هياك بحاجة إليهم، لم يكن بحاجة إلى عيون إضافية. الآن اتضح من كان يراقبه، إنه بال، حاكم الشر. ولكن ماذا أراد من هياك؟ مرة أخرى هذا الشيطان يطارد هيوك ليجعله رسولا أو تلميذا له. مع ذلك كان مفيدا، لأن بيل هو من منح هياك القدرة على تحريك الأرواح. أثار اهتمام الشيطان وهو يراقب عن كثب تصرفات تلميذه المستقبلي. بالإضافة إلى بيل، بدأ الشياطين الآخرون أيضا في النظر إلى تشاجين عن كثب، وهذا أثار غضبه بعرضه مشاهدة تطورات الغارة في البرج. تمكن هيو من إسكات الشياطين التي كانت تسبب له الدوار. كان غاضبا من جين، لكنه لم يعر الأمر اهتماما كبيرا واستمر في النظر إلى الخصائص. حان الوقت لإلقاء نظرة على مكافأة التدريب، لأن دم هياك لم يهدر سدى. تمت زيادة الخصائص، لكن هذه الزيادة كلفت جهدا كبيرا. بما أنني تمكنت من زيادة مناي أثناء التدريب، فسيكون من المفيد ضخها أكثر لغزو الطوابق العليا بفضل التدريب الذي أكمله. اكتشف هيوك ميزة جديدة، لكن هذا ما لم يكتشفه بعد. انتابه شعور غريب، وبدأ يشعر تدريجيا بجسده القديم. اتضح أن هذه الميزة متعددة الأوجه، لكن تشاجين لم يفهم بعد ما يجب فعله بها. وفرت المرونة زيادة في الخصائص وتعديل الهجمات والدفاعات أثناء القتال. يمكن أن تعطي الميزة لاحقا عنوانا جيدا يضاهي الشياطين والآلهة. أصبح سيد الشر فضوليا بشأن إحصائيات هيوك، ولكن لماذا يحتاجها؟ عرض هيوك على سيد الشر الذهاب معه، مما أثار اهتمامه. استجاب بال الشيطاني بسعادة لدعوة الذهاب مع تشا، لكنه سأل إن كان بإمكانه الذهاب معه أم أنها مزحة. كانت هناك غرفة أمامه يمكن أن تكون موقع جلسة التدريب التالية، وكما هو متوقع تحولت الغرفة بالفعل إلى مكان لتدريب، ولكنه أصعب بكثير من سابقه. في هذه الغرفة عرض على الفاتح استخدام الأسلحة لصد الهجمات. مهما يكن، فضل هياك السحر على الأسلحة. كان من الجدير بالذكر أيضا صد هجمات متعددة بمساعدة السهام السحرية، وسيساعد القوس في ذلك. حان وقت البدء. أمر هياك بتوليد أهداف لبدء التدريب، وبفضل طبيعته متعددة الأوجه لم يعد يخاف من هذه الأهداف والهجمات المتعددة. حان وقت اختبار هذه الميزة. أثناء العمل تم صد الموجة الأولى، لكن هذا لم يكن كافيا، وبدأ النظام لتوليد أهداف جديدة ولكنها أقوى من الأهداف السابقة للنظام. أرسل إشعارا بشأن اختيار الفئة، لكن تشاو لم يعر الأمر اهتماما واستمر في ضرب هدف تلو الآخر. ازدادت الأهداف عددا وقوة، لكن دون جدوى. هاجمت الأهداف جين، لكنه قاومها بهدوء بمهارته، مصيبا الأهداف بقوسه وسيفه الفولاذي. طلب هوك خصوما أكثر وأقوى من النظام، ووجه ضربة تلو الأخرى للأهداف، فسقطوا مهزومين على أرض الغرفة دون أي فرصة لمقاومة المنتصر في قتال متلاحم. لم تكن لدى الأهداف أي فرصة لضرب جين، وقد فهم ذلك، فقرر استخدام هجوم بعيد المدى، والذي اتضح أنه فعال. أنتج النظام أقوى الأهداف في هذا المستوى، لكن حتى هؤلاء كانوا عاجزين أمام هوك. لم تكن الأسلحة العادية مثيرة للاهتمام، فقررت شاو استخدام السحر بأي ثمن،
مستخدما عصا سحرية قديمة كسلاح تعامل بسهولة مع البقية. من الأهداف باستخدام تعويذة السهم السحري تم ضرب الأهداف قبل وقت طويل من اقترابهم من هوك. اتضح أن الميزة جيدة جدا، ولكن مع تطبيق كل القوة انتهى التدريب، وحصل الفاتح على إنجاز جديد. يمكنه الآن استخدام أي سلاح، وفي الوقت نفسه يصبح كلي القدرة. عرض النظام اختيار فئة متعددة، لكن الفاتح كان لديه خطط أخرى. حاول هايك اختيار هذه الفئة المتعددة كفئة فرعية، لكن النظام رفضه للأسف. لا يمكن اختيار الفئات الفرعية إلا بعد الطبق 100، لكن تشاجين قرر القيام بخلاف ذلك، ثم قرر استخدام نقاط الإنجاز لفتح فئة فرعية. فوجئ النظام بمثل هذا السؤال من مبتدئ، وعرض عليه اختيار النقاط كمكافأة لتبادل نقاط الإنجاز. بغض النظر عن مكان علم هاياك بهذا الأمر، طالب فورا بتبادل 5000 نقطة لفتح فئة فرعية. درس النظام اقتراحه، لكن فتح الفئة الفرعية يتطلب 5 نقطة و50 فاصلة. سيتعين على هو اللجوء إلى بال للحصول على نقاط إضافية من خلال طلب الكشف عن هويته. حصل هيوك على إنجاز ونقاط إضافية، وبفضل هذه النقاط تمكن من فتح المجموعات الفرعية. بعد انتهاء التدريب بدأ النظام بنقل جينا إلى الطابق الأول من البرج لبدء الغزو. حانت لحظة الحقيقة، أي حان الوقت لبدء طريق الانتقام من النجم 9. اختار النظام غابة كورولا كأول مكان للتحرك. كان المكان موطنا مفضلا للكوبالت، حيث رأى الكوبالت مجموعة الوافدين الجدد. اندفع فورا إلى المعركة، مما أدى إلى سقوط البشر في حفرة، واندفع على الفور نحو المهاجمين كما كان متوقعا، فقتل تشاجين الكوبالت بسهولة. انطلق الكوبالت الوافدون حديثا في الهجوم فورا، دون أن يدركوا أنهم محكوم عليهم بالهلاك. كان هايوك مهتما بمعرفة ما ستقدمه له أرواحهم وماذا سيحصل عليهم بضربة واحدة. هزم الكوبالت، مما أسعد الوافدين الجدد القريبين، فلم يصدقوا أن مبتدئا يستطيع الهجوم بهذه الطريقة. في طابق صغير كهذا من البرج، على الأرجح كانت القوة في عصاه، لكن لم يصدق أحد أنه من الممكن ضرب المهاجمين بهذه السرعة. وبسرعة البرق اقترح أحد الوافدين الجدد أن يستمروا معا، معجبا بهجوم هوك القوي، لكن كل ذلك كان بلا جدوى. كان هوك قد وثق بالمجموعة بالفعل، ودفع ثمنا باهظا لذلك طلب عدم التدخل معه، وأمر أي من الوافدين الجدد بلمس الكوبالت، وإلا سيصبحون هدفه. لم يكلف الوافدون الجدد أنفسهم عناء الحضور، وقرروا الابتعاد بسرعة عن غازي البرج الغريب، فمن يدري ماذا سيحدث، وإلا فإنه قد يأتي بفكرة تركه بمفرده مع الكوبالت. بدأت شاجين بمهاجمتهم مرارا وتكرارا. كان الكوبالت متلهفين للانتقام لرفيقهم، واستعدوا لمهاجمة هوك معتقدين أنهم يستطيعون هزيمته في لحظة. طار هذان الكوبالتان بعيدا عنه ككرة من الحائط. كانا خصمين غير متكافئين له بهجمة سريعة كالبرق. أنهى هاياك كوبالتا آخر، مما فاجأ. اختفى الكوبالت المتبقي بحماسه ورغبته في مهاجمة الغريب في مكان ما، ولم يتحرك أحد من مكانه. قرروا بسرعة الابتعاد عن العدو، لكن هوك كان لديه خطط أخرى. أخذ العصا وأطلق سهما سحريا على الكوبالت الهارب، ففقد وعيه. اخترق سهم آخر الرجل الهارب، ففقد روحه، ولم يعد بإمكانه فعل أي شيء آخر لإكمال المهمة. كان من الضروري قتل 10 كوبالت، لكن تشاجين كان مستعدا لإبادتهم جميعا، حتى 10 منهم، بل وعائلتهم بأكملها. ثم خطرت له فكرة: ماذا لو قتل الكثير من الكوبالت وحصل على إنجاز قاتل الوحوش؟ لم تكن الفكرة سيئة، ولكن كان لابد من فعل شيء ما بجثث الموتى. واستمر الغزو بشكل جيد. حان الوقت لاختبار الشراهة على ما كان في السابق كائنات حية أثناء امتصاص روح الكوبالت. فجأة راودت هوك رؤية عن حياة الرجل المقتول الماضية في رأسه. بالإضافة إلى ذلك، من خلال استدراج القوة إلى جسده، بدأ يفهم لغة الكوبالت التي ستكون مفيدة له في المستقبل للحصول على لقب المقاتل. حان وقت النظر في المواصفات، وبدأ هوك على الفور في التحقق منها. لقد فوجئ تماما بأن الخصائص قد ازدادت بشكل ملحوظ، وأصبحت مهمة جدا، بحيث يمكنك بسهولة غزو الطابق العاشر. أيضا على وجه الخصوص، بدأت فئته في التعديل جنبا إلى جنب مع ذكريات الاختبار السابقة. لم تمنح فاتح البرج أي راحة، بل أزعجته في بعض الأحيان. رأى أشخاصا وقعوا في قبضة الكوبالت وحاولوا تحويلهم إلى فرائس لهم، فماذا يعني ذلك؟ وهنا ظهر رجل عجوز يحمل عصا، يبدو أنه سيد. الكوبالت هو ما يحتاجه تشاجين. يمكن لسيد الكوبالت الهجوم بموجة وحشية، وهذا يمكن استخدامه للارتقاء بمستواه بشكل ممتاز،
وهو ما أسعد هوك. لم يستطع مواجهة الوحوش بمفرده، فقرر استدعاء وحوشه. لم يكن أمامه خيار سوى استدعاء الكوبالت الذي هزمه لتوه لمحاربة الوحوش الجديدة. نهض الكوبالت المقتولون أمامه كما لو كانوا قد خدموه ل1000 عام الآن بسحر الاستدعاء. تم تكليف هايوكو بفئة مستحضر الأرواح والتي كانت لصالحه، لكن شيئا ما أخبره أنه في الطابق الأول سيتمكن من تغيير الفئات إلى فئة أكثر ملائمة. تشتت انتباه هوك بسبب كوبالت ينظر بعيدا. لم يكن يثير اهتمام صاحبه. كان هناك سبب، وكان مختبئا بين أشجار الغابة. كانت هناك ضحايا تشاجين التالية. الكوبالت. حسنا، حان وقت تجربة جنودك على هؤلاء المساكين. لم تمر لحظة وتحول جميع الكوبالت من المهاجمين إلى جنود الفاتح. ثم بين الأشجار لاحظ مكانا كان فيه سابقا. كان منزلا صغيرا، حيث كان هوك قد ذهب إلى هناك أكثر من مرة في حياته الماضية، ولحسن الحظ لم يأتي أحد إلى هنا، وكان كل شيء كما كان قبل 15 عاما. وكان الجنود الفضوليون هناك أيضا، لكنهم أزعجوه فأمرهم بالانتظار في الخارج. وبعد أن ضرب مركز الطابق اخترقها وفتح نزولا أدى إلى غرفة أخرى. أدى النزول إلى أقصر طريق إلى الطابق الأول، حيث يمكن للمرء تغيير الطبقات. والآن أمام عينيه ظهر قبر المعلم الروحي الأول. روح المعلم الروحي هي التي ستسمح لهيوك بتغيير الطبقات في الطابق الأول. رفع هايوكو غطاء التابوت فأطلق روح المعلم الروحي منه، فسأل الروح الفاتح على الفور إن كان هذا من نسله. واتضح أن اللقاء لم يكن مفاجئا، لأن هاياك كان يعرف هذا المعلم واسمه فولكان. فشلت محاولة فولكان لتخويفه، لأن هايوك كان يعرف كل شيء عن محاوره الروحي من المذكرات. تم الحصول على العنصر في حياة تشاجين الماضية، لكن الذكريات نقلت إلى الجسد الجديد، وبالتالي فقدت المعرفة أيضا كل السحر. قادته قوته إلى الطابق الأول، حيث عثر على هذا الشيء الغريب. لكن دراسة هذه المذكرات رغم أنها جعلته معلما روحيا لم ينجح في قهر فولكان. كان من الغريب على فولكان سماع هذا من وافد جديد، بل أثار فضوله قليلا. أعجب هذا الوافد الجديد مقارنا إياه بالفاتح السابق سيء الأخلاق، لكنه لم يشك حتى في أن الفاتح وهيوك كانا شخصا واحدا. حسنا، حان وقت تغيير الفئة، لكن المعلم الروحي قال إنه لا يمكن فعل ذلك إلا بعد المستوى العاشر. ظل فولكان يتمتم بأنه لا يمكن تغيير الفئة إلى معلم روحي إلا باختيار فئة مستحضر الأرواح بعد المستوى العاشر من البرج. قاطعه هايوك قائلا إنه مستحضر أرواح بالفعل ويرغب في تغيير الفئات الآن. اندهش فولكان عندما رأى إحصائيات تشاجين. سأل هايوك مجددا إن كان فولكان قادرا على تغيير فئته، لكنه كان يتحدث كثيرا وليس في صلب الموضوع. بدأ فولكان في تغيير الفئات، وبدأ في إلقاء التعويذات لتغيير مخطوطة تحتوي على تاريخ من تشكيل أول معلم روحي ظهر على يد هايوك. اتضح أنه قبل قرون عديدة من ظهور البرج كان فولكان أحد أبرز السائرين بين الناس، وكان ساحرا قويا. سعى ليصبح أقوى وأقوى مما كان عليه في ذلك الوقت، لكن عظام وجلود أعدائه لم تفلح في ذلك، فوجد طريقة لامتصاص الأرواح. من بين القتلى سمحت له العديد من المحاولات والتحسينات لهذه المهارة بإنشاء فئة جديدة. للأسف، على الرغم من قوته الروحية فقد استنفد جسده جميع قواه الحيوية. كان من الممكن أن تختفي فئته الجديدة معه، لكنه اختار استخدام السحر على نفسه فقط. كان بحاجة إلى ذلك لينقل معرفته يوما ما إلى معلم جديد سيأتي إليه للمعرفة. للأسف، أصبح أيضا نصف شخصية في النظام، لذا حكم عليه بالتيه إلى الأبد في البرج. تم تغيير الفئة بالكامل في الطبق الأول، واعتبر هيوك بحق المعلم الروحي الثالث. نصح فولكان بأنه يمكن جمع الأرواح في أوعية حتى سيكون عنده قوة أكبر. أحب هوك هذا لأنه ببساطة امتص الأرواح، والآن يمكنه تخزينها في أوعية. يجب ملء هذه الأوعية وهتكون هذه الروح فولكان. الآن هذا كل شيء. تمنى فولكان أن يغزو هياك البرج ويمجد اسم معلمه، لكن فاتح البرج لم يسمعه حتى. كان يحتاج فقط إلى الوعاء. روح فولكان ستكون مسؤولية فولكان الخاصة تمجيد اسم معلمه. صدم فولكان من سلوك الطلاب، خاصة وأن تمجيد المعلم كان مكتوبا في المذكرات. سار هايوك نحو فولكان بعزم، وجعله يشعر ببعض الخوف من نوايا طلابه. باستخدام تعويذة امتصاص الأرواح أخرج وعاء لملئه بروح على الرغم من مقاومة فولكان. لا يزال هاياك يستخرج روح معلمه من جسده، وقد نجح الأمر، والآن أصبحت الروح في يدي تشاجين. أرسل فولكان هايوك ووعد بمواجهته في الجحيم.
لم تستطع روح المعلم الموضوعة في الوعاء فعل أي شيء باستخدام السحر. كانت السفينة تمتلك قوة لا تقاوم، ولم يكن فولكان قادرا على تدميرها. والآن أصبحت السفينة سجنا شخصيا للمعلم، لأن المرشد الذي كان عليه أن يتصالح مع الساحر غضب وحاول تدمير الحاجز لقتل هاياك. كان المرشد ساذجا، لم يدرك أنه لن يهرب من هذه الوعاء أبدا. بعد أن نثر أحجار المانا، قرر هاياك استخدامها على فولكان. كان فولكان يائسا لأنه لم يستطع حتى الحركة، ناهيك عن إلقاء التعاويذ. تساءل فولكان كيف يمكن لمبتدئ من المستوى الأول أن يصبح بهذه القوة؟ كان الجواب قريبا وأرعب المرشد، لأنه كان قبله معلما روحيا متجسدا، وهو نفس الوغد الذي حصل على لقب المعلم الروحي الثاني. تذكر فولكان اسمه على الفور. نعم، كانت شاجينوك. حان الوقت لهايوكو للقضاء على روح فولكان. استخرجها من وعائها واستخدمها لنفسه. حان الوقت للطالب لقهر معلمه العائد. من غرفة تغيير الملابس وجد هايوك أن الشيطان الشرير كان مهتما بفصله. كيف منعه منطق هؤلاء الآلهة والشياطين من التركيز على الأمر؟ صرخ عليهم أن لكل شيء وقته، مع القدرة على الشراهة والقدرة على نقل الأرواح إلى وعاء. لم تكن هناك حاجة لجيش من الهياكل العظمية يأمر وحوشه بالسقوط والنهوض من جديد. أخذ هيوك أرواحهم، والآن لديه محاربون سحريون لا يضاهون أي خصم. صحيح أن هذه الأرواح كانت وجوه المحاربين صامتة أيضا، لكنهم كانوا محاربين خاضعين مستعدين لخدمة سيدهم. ولكن بعد ذلك كسر الصمت صرخة من الخلف. اتضح أنه فولكان في هيئة بشرية. غضب فولكان لأنه يستخدم كجندي بدلا من مرشد. تفاجأت شاجين بصورة فولكان، وفكر للحظة أن رجلا قويا كهذا ليس سيئا في الحياة. حسنا، لا يستطيع المرشد تحمل ذلك، ولن يترك مصيره كجندي روحي. حركت شاجين أصابعه فقط. أصبح فولكان عاجزا عن الكلام، مما تركه في حالة صدمة. حذر هيوك فولكان أنه إذا لم يقبل مصيره سوف يذهب إلى الجحيم إلى الأبد.